هعمل معاكم النهارده ان شاء الله بانيه، هنعمله بتتبيله سهله جدا وبسيطه وفي نفس الوقت جميله جدا. ما هيكونش فيها بهارات كتير ولا خلطات كتيره. معايا بانيه كده مقطعاه شرايح، دي صدور فراخ مقطعتها كده شرايح. بعد كده عندي عصير بصل، يعني دي ميه بصل، ضربت البصلايه كده في الكبه وخدت الميه بتاعتها، خدت عليها معلقه زبادي كبيره. وهاخد هنا عصير ليمونتين، وهاخد حوالي 3 معالق كبار من الخل. وطبعا زي ما قلت لك مش هنحط بقى بهارات كتير، هو فلفل اسمر وبابريكا بس، وممكن كمان تستغنى عن البابريكا، حط فلفل اسمر وملح. انا عملته طبعا بطرق كتيره، بس الطريقه دي انا بعتمدها. كنت الاول بحط بهارات كتير وتوم باودر وبصل باودر، وفلفل اسمر، كنت بحط بهارات كتير طبعا، فكانت بتغير معايا طعم البانيه. لكن انا لما جربت الطريقه دي اعتمدتها، ميه بصل، معلقه من الزبادي، وعصير ليمونتين، وثلاث معالق من الخل، وفلفل اسمر وبابريكا. اكتر من كده مش بنحط في التتبيله بتاعه البانيه. وطبعا لو جربتيه بالطريقه دي هتلاقي فرق جامد معاكي جدا عن اي طريقه تانية جربتيه بيها. خلاص كده هنحطه في التتبيله بتاعته، وهنسيبه في التلاجة كده لمده ساعتين، وممكن ساعه واحده برضو، هيدي معاكي طعم حلو، هيكون شرب التتبيله، لان البانيه طبعا شرايح رفيعه، فهيتشرب التتبيله بسرعه. خلاص كده تمام. هجيب هنا بقى بيضتين، ومعايا دقيق، ومعايا بقسماط. هاخد على البيض ملح وفلفل اسمر، وهاخد كده 3 معالق كبار من اللبن او الحليب. قلبت كده البيض كويس. هنا بقى هاخد شرايح البانيه، لازم تصفيها كده كويس من التتبيله بتاعتها، وهتنزلي بقى في الدقيق، وبعد كده هتشيلها من الدقيق تحطها في البيض، وبعد كده في البقسماط، وتضغطي عليها كويس كده عشان تشيل معاكي طبقه بقسماط كويسه. خلاص كده تمام. طبعا احنا هنحطه في البيض والبقسماط وهنحمره على طول في الزيت. في ناس تقول لك يعني مثلا حطيه في الفريزر ساعتين عشان الكفر بتاعه ما يفكش، لا احنا هنحطه في الكفر بتاعه وهنستخدمه على طول، وان شاء الله مش بيفك معانا ولا بيجرى له اي حاجه خالص. خلاص كده تمام. هنعمل كل الكميه بنفس الطريقه، هتحطيه في الدقيق، ومن الدقيق للبيض، ومن البيض للبقسماط. خلاص بالشكل ده كده لازم تضغطي عليه كويس. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. شايفين دي طبعا البانيه والمكرونه من اسهل الوصفات، مش بتوقفك في المطبخ كتير، يعني في اقل من نص ساعه تكوني مجهزه الغدا. انا كده عملت كل الكميه، وسبت كده معايا كام شريحه هشويهم في الطاسه. رحت هنا بقى على البوتاجاز، معايا ميه حطيت فيها ملح، ومعايا دي طماطم كانت متصلصه، حطيت عليها شويه من الفلفل الاسمر وشويه من الملح، وقلبتها كده كويس. بعد كده جبت طاسه هاخد فيها زيت. الزيت بتاعك لازم تنزلي بالبانيه والزيت سخن، لو الزيت بارد البانيه هيشرب معاكي زيت، لكن لازم يكون الزيت بتاعك سخن. الميه هنا بتاعت المكرونه غليت، فبعدين حطيت فيها كيس من المكرونه، وهيسيبه يغلي كده في الميه لمده 4 دقايق، او حسب نوع المكرونه بتاعك. مجرد ما البانيه بياخد لون بنقلبه على الجهه التانية على طول. شايفين ما شاء الله الكفر بتاعه متماسك، وزي ما قلت لك مش هيفك معانا. هنا بقى خلاص المكرونه بدات تتسلق. ونزلت بالمكرونه هنا في الصلصه، هقلبها كده كويس وهدي عليها النار، واسيبها لحد ما تستوي كويس. خلاص احنا البانيه احمر معانا، هنطلعه خلاص من الزيت، وهنحط بقيه الكميه. زي ما قلت لك ما تقلبيش على الجهه التانية غير لما اول جهه حطيتها تاخد لون، وبعد كده تقلبيه. معايا طاسه تاني خدت فيها كده معلقه بسيطه خالص من الزيت،
وبعد كده معايا كام شريحه من البانيه هنزل بهم كده في الزيت. يعني لو انت بقى مش عايزاه متحمر وعايزاه تشويه هتعمليه بنفس الطريقه دي كده، هتتبلي نفس التتبيله، وهتحطي في الطاسه معلقه صغيره من الزيت، وبعد كده تنزلي بشرايح البانيه. مجرد ما بتاخد لون بتقلبيها على الجهه التانية. طبعا ده البانيه المشوي. طبعا بيكون خفيف لانه ما بيكونش شارب زيت، فبيكون معاكي خفيف عن البانيه المتحمر. شايفين انا ما عملتش كل الكميه دي، طبعا هشيله في الفريزر عندي. وده البانيه المتحمر وده المشوي. شايفين المكرونه ما شاء الله زي ما قلت لك، ده المشوي. شايفين الكفر متماسك ازاي، مش بيفك حتى وانت بتقطعي البانيه. دي كانت وصفه النهارده، وصفه سهله وبسيطه. يا رب اكون افدتكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.